الشعب المصري مفيش حاجة شغلاه اليومين دول غير جملة مكونة من 3 كلمات: بيع قناة السويس. وبيني وبينكم الدنيا لازم تتقلب. يعني ايه قناة السويس تتباع؟ دي قناة الشعب المصري كله، اتحفرت بالعرق والدم. مش قناة الحكومة عشان الحكومة تتصرف فيها زي ما هي عايزة. ما ينفعش اصلا اي حد في الدنيا يقرر من نفسه كده انه يبيع البلد والناس تقف تتفرج عليه. عشان كده اول ما سمعنا الناس بتقول الحكومة بتبيع قناة السويس كان لازم نطلع نقول لها كفاية كفاية كده يا حكومة. حضراتكم بتعملوا ايه؟ حضراتكم بتبيعوا ايه والمين؟ بتبيع قناة السويس ولا بتبيع دم الشهداء اللي حرروا ضفتها الشرقية في اكتوبر 73؟ بتبيع حلم الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم القناة واللي كان سبب في عدوان ثلاثي سنة 56 اللي راح ضحيته آلاف المصريين في قصف جوي بريطاني فرنسي صهيوني لمجرد إننا بس أممنا القناة اللي هي أصلا بتاعتنا وملكنا. نقوم النهاردة وبكل سهولة نبيع حقنا؟ لا فعلا. هو حضرتك بتبيع إيه والمين؟ فردت الحكومة وقالت لك ثانية ثانية، هو مين قال لك أصلا إن قناة السويس للبيع؟ هو مين قال لك اصلا اننا بنبيع قناه السويس؟ احنا ولا بعنا قناه السويس ولا بنبيع قناه السويس ولا هنبيع قناه السويس. امال ايه اللي بيحصل؟ حد يفهمنا ايه اللي بيحصل. لو عايز تفهم بقى ايه اللي بيحصل بالظبط في قناه السويس شوف الحلقه دي للاخر. الحكومة قالت لك أولا قناة السويس دي مش ملكنا أصلا عشان نتصرف فيها، دي ملك الشعب المصري كله. المادة 43 من الدستور المصري بتنص على حماية قناة السويس وعدم المساس بيها بكونها من أموال الدولة العامة، وبناء عليه لا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل يتوجب على السلطات المصرية وفق المادة 43 من الدستور المصري حمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي مملوك للشعب المصري. كما تلتزم الدولة المصرية بتنمية قطاع قناة السويس باعتبارها مركز اقتصادي مميز. هو ده نص الدستور المصري. زي ما حضرتك شفت كده، ده نص الدستور المصري اللي مروجي إشاعة بيع القناة ما حاولوش حتى يراجعوه قبل ما ينشروا خبر بيع قناة السويس. طب امال الكلام اللي شفناه وانتشر عن بيع اصول قناة السويس من خلال الصندوق اللي تابع للقناة ده ايه؟ شوف يا سيدي، هرد على سؤالك الجميل ده. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد ما تولى الحكم استدعى وزير الإسكان اللي هو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي، كان وقتها وزير إسكان، وسأله الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بتمتلك سيولة كام؟ يعني خزنتها فيها كام؟ فقال له 750 مليون جنيه. رد عليه الرئيس السيسي وقال له ده رقم قليل جدا، احنا عاوزين نضاعف الرقم ده. فقال له اوامر سيادتك يا فندم، شور علينا واحنا ننفذ. فقال له انت تعمل صندوق تبع وزارة الاسكان او هيئة المجتمعات العمرانية، وبدل ما انت بتضخ ارباحك في وزارة المالية في خزينة الدولة يعني هتنقل فلوسك دي للصندوق وتبدأ استثمارها. ازاي هستثمرها؟ يعني تشغلها، تشغل الفلوس دي، تدورها بلغة التجارة، تدخل في شراكة هنا، تشتري أسهم هناك، تفتح شركات وترجع تبيع اللي اشتريته وتكسب فرق سعر البيع والشراء. يعني من الآخر تتاجر بالفلوس دي وتبقى رجل أعمال بيشغل فلوسه عشان ال 750 مليون دول يزيدوا، ولما يزيدوا ندي الفائض بتاعك لخزينة الدولة، فتبقى خزينة الدولة استفادت وحضرتك كوزارة إسكان استفدت، ومشاريعك الموجهة للشعب المصري تزيد، فتقوم تقدر تدعم مشاريع إسكان الشباب بأرقام أكبر بكتير من اللي كنت بتوفرها قبل كده. وفعلا بدأنا نشوف مشاريع إسكان للشباب ما شفناهاش قبل كده. شفنا العشوائيات اللي اتبدلت 180 درجة واتبني مكانها مناطق سكنية جديدة لنج. هو مشروع حياة كريمة ده مين اللي بيصرف عليه؟ هي هيئة المجتمعات العمرانية. طيب ال 750 مليون جنيه اللي كانت هيئة المجتمعات العمرانية بتمتلكهم أول عن آخر قبل تنفيذ الفكرة دي بقوا كام النهاردة؟ تخطوا التريليون جنيه. زي ما حضرتك شايف كده، تريليون جنيه في هيئة استثمارات. نصيب الدولة المصرية منهم 311 مليار جنيه بعد ما كانوا 750 مليون جنيه بس. هتقولي شوف يا سيدي اما اقولك انا صحيلك وده ايه علاقته بصندوق قناة السويس؟ هقولك شوف يا سيدي،
دي نفس الفكرة اللي الدولة المصرية بتطبقها على قناة السويس. هتقولي بس أصول قناة السويس تفرق عن أصول المجتمعات العمرانية. انت هتساوي قناة السويس أهم مجرى ملاحي في العالم بشوية شقق وعمارات وحياة كريمة؟ هقولك هو مين اللي قالك إن أصول قناة السويس هتتباع؟ اللي هيتباع أصول صندوق قناة السويس. وتعال نوضح مع بعض النقطة المهمة دي عشان الأمور تبقى واضحة للجميع. شوف يا سيدي، هي أرباح قناة السويس كام؟ السنة اللي فاتت كانت أرباح قناة السويس 8 مليار دولار تقريبا. الفلوس دي بتروح فين؟ الفلوس دي بتدخل خزينة الدولة المصرية. فجت الحكومة قالت لا، احنا ناخد جزء من الأرباح دي اللي المفروض بتدخل الموازنة العامة ونحطها في صندوق قناة السويس. وبالجزء اللي خدناه ده الصندوق يبدأ الاستثمار. يعني ايه يستثمر؟ يعني يبيع ويشتري. يعني يبيع ويشتري ايه؟ يعني يبيع ويشتري أسهم في شركات، يشتري شركات كاملة، يفتح مشاريع هنا وهناك، ويرجع يبيع الأسهم اللي اشتراها دي، يرجع يبيع الشركات كمان اللي فتحها. تاجر وبيدور فلوسه، هو حر بقى، يأجرها يبيعها يشتري غيرها، هو حر. احنا حولنا الصندوق لتاجر وقلنا له اشتغل، دور الفلوس اللي معاك دي شغلها واكسب منها وهات لي اضعافها. فتقوم قناة السويس اللي كانت بتدخل في السنة 8 مليار دولار، وده رقم مش صغير على فكرة، مع مرور الأيام تمتلك رأس مال كبير تتجاوز قيمته مئات المليارات. وشوف عشان تبقى فاهم، الرقم ده مش هيتحقق في يوم وليلة، عشان نبقوا واضحين ده هياخد سنين، هياخد سنين، لكن في النهاية احنا بنشتغل للأجيال اللي جاية، بتوفر لهم رأس مال ممكن توصل قيمته ل 300 أو 400 أو 500 مليار، كلهم ملك قناة السويس، ملك صندوق قناة السويس. بحيث لو تعرضت لأي أزمة في أي وقت لأي سبب، قناة السويس هي اللي تساعد الدولة. انت يا دولة محتاجة كام؟ والله محتاجين 3 مليار دولار مثلا، هتروح تاخدهم من صندوق النقد الدولي، او هنستلفهم من اي حد. فيقوم صندوق قناة السويس يقول لك وليه تستلف؟ اتفضل 5 مليار مش 3 بس. انا تاجرت ودورت الفلوس وبقى معايا رأس مال تقدر تخليني اساعد الدولة وقت ما تحتاجني. وقناة السويس او المجرى الملاحي لقناة السويس فين من موضوع الاصول ده؟ عاوزين نطمن، حد غيرنا كمصريين مثلا هيجي يشغلها؟ حد هيشتري حقوق تشغيلها؟ حد هيشتري القناة كلها على بعضها؟ الإجابة طبعا لا. المجرى الملاحي لقناة السويس ملك شعب مصر، اللي بيشغلها شعب مصر بنفس الوضع القائم بدون أي تغيرات. كل اللي هيحصل إن الدولة هتاخد جزء من أرباحها تديه لصندوق تابع لهيئة قناة السويس، منهم فيهم يعني، والصندوق هيبدأ يشغل الفلوس ويستثمرها. طيب، وهل في حد من المسؤولين في الدولة طلع قال الكلام ده بشكل رسمي عشان أنا وإنت وكل المصريين نقدر نحاسبه لو في حاجة حصلت أو حد قرب القناة؟ أقول لك أيوة طبعا، رئيس مجلس النواب بنفسه طلع بتصريح رسمي على الهواء مباشرة وقال بالنص إن مشروع القانون اللي وافق عليه مجلس النواب والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس. ليه حضرتك؟ لكونها من أموال الدولة العامة، لا يجوز التصرف فيها أو بيعها. كلام واضح وصريح. طيب أمال فين المشكلة؟ وليه الحوارات والإشاعات اللي بتطلع دي كل شوية؟ هقول لك وهقول للمسؤولين إن المشكلة هي عدم توضيح الأمور للشعب بسرعة وببساطة. محدش بيوضح حاجة، محدش بيفهم حاجة، عشان كده بتدي الفرصة لغيرك يألف قصص وإشاعات ويصدرها للناس. أنا عاوز أي مسؤول في الدولة المصرية يدخل دلوقتي على جوجل ويكتب بيع قناة السويس ويعد كام قناة وكام موقع نقل نفس الخبر بنفس التفاصيل اللي كلها إشاعات، اخبار مغلوطة واشاعات فارغة مفبركة، بسبب ان محدش طلع ووضح للناس ايه الموضوع. عشان خاطر مصر يا جماعة، عشان خاطر شعب مصر يا جماعة، بنترجاكم اشرحوا للناس اللي بتعملوه. وعلى فكرة الناس بتفهم وبتقدر، وكلنا عاوزين البلد دي تنجح زيكم بالظبط ويمكن اكتر منكم كمان.
الناس مش محتاجين اكتر من انكم تشاركوهم في الحلول. وعلى فكرة، خوف المصريين وحبهم وغضبهم من خبر بيع قناة السويس يفرح ما يزعلش. زي ما بقولك كده، الخبر ده يفرح ما يزعلش. انا افرح لما الاقي نفسي وكل المصريين خايفين على بلدهم وبيغيروا عليها. افرح لما الاقي الناس حياتهم وقفت على خبر بيقول ان ارضه بتتباع. افرح لما الاقي خوفه على البلد اهم عنده من خوفه على نفسه. كل اللي محتاجينه حد يطلع ويوضح اللي بيحصل. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ لو طلعت وضحت للناس انت بتعمل ايه، شعب مصر كله هيبقى في ظهرك.